تعليق أبو تريكة على إيقاف هاني 3 مباريات. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق أبو تريكة وقال: تعال أقول لك بقى إيه اللي بيحصل. في شغل بيتعمل من بعض الأشخاص هدفه إيقاف محمد هاني 3 مباريات. النهارده في حكام سابقين ومواقع خرجت اتكلمت عن تقرير الحكم محمد معروف وإن محمد هاني قال له ما تقدرش تطردني. وهنا السؤال: مين اللي سرب التقرير في واقع مسؤول عنها الحكم أو لجنة الحكام؟ ولازم يكون في تحرك ضدها. والأهم إنك ترجع للقطة هتلاقي محمد هاني بيسلم الشارة وبيخرج بيجري. يعني فين تعمد إضاعة الوقت؟ والنتيجة 4-1. ففكرة إضاعة الوقت مش منطقية. كمان بطأ الصورة وارجع لكلام هاني، مش هتلاقي كلمة ما تقدرش تطردني موجودة أصلا. الفكرة إن نفس الحكم معروف هو اللي تراجع عن طرد زكريا الوردي وهو لاعب في الزمالك لما لقى عنده إنذار، وهو اللي رفض الموسم اللي فات إنه يطرد أحمد سامي بعد التدخل على مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 8. تخيل الحكم اللي في المواقف دي رفض يدي طرد مستحق، وهو نفس الحكم اللي بيطرد هاني بحجة إنه بيضيع وقت. يا عم سيبك من مستوى هاني وإنك بتحبه ولا لأ، إنما إحنا لو قبلنا ازدواجية المعايير دي من تاني جولة هنبقى ملطشة. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وشكرا.